عمرك سألت روحك كيفاش عائلة جاية من وراء البحر قدرت تحكم تونس لأكثر من قرنين ونصف؟ 252 سنة، والكرسي ثابت رغم الحروب والفتن والأطماع اللي ما توفاش. علاش في صيف 1705 التوانسة ما استناوش أمر من السلطان العثماني وقرروا يختاروا باهم بيديهم في قلب جامع الزيتونة؟ شنو هو السر اللي خلى ولد جندي كريتي يولي سيد العروش وكلمته مسموعة من الكاف للحاضرة؟ وهل كانت الدولة الحسينية مجرد حامية عثمانية بلباس تونسي، وإلا أول محاولة لبناء دولة وطنية استمدت قوتها من دم القبائل وشرعية العلماء؟ اليوم باش نغوصوا في كواليس التاريخ ونحكيه حكاية الحسين بن علي التركي، الراجل اللي عرف يخلط ما بين السيف والقدر وبنى مملكة من الرماد للفوضى. في أواخر القرن 17 تونس كانت عبارة على قصعة بين الأيتام. الدولة المرادية اللي حكمتها سنين تفرتت بسبب صراعات الأخوة، والبلاد ولات لقمة سهلة. دايات الجزائر من شيرة والإنكشارية المتمردين من شيرة أخرى، والفقر والظلم هدوا حيل الناس. وسط هكا الأخبار برز اسم الحسين بن علي. الحسين ما كانش مجرد عسكري هبط علينا من السحاب، هو ولد الكاف العالية، تربى في بلاد الجرينتا. بوه علي التركي كان قائد الحامية غاديكا، وأمه كانت من بنات البلاد، وهوني بدات الحكاية. الحسين ما كبرش في قصورات باردو، كبر وهو يشوف في الخيل والفروسية ويسمع في لغة القبائل ويعرف قيمة الكلمة عند العربي وقيمة البارود عند التركي. نشأته خلاته هجين سياسي، عنده الانضباط العسكري وعنده مكر ودهاء ابن الأرض التونسية. في جويلية 1705 وقعت الكارثة، جيش الجزائر دقدق الجيش التونسي في معركة مجدة وهزوا الحاكم إبراهيم الشريف أسير. تونس لقات روحها بلاش راس، والجزائر قاعدة تزحف، والناس في العاصمة بدأت تودع في الدنيا. هوني الحسين بن علي اللي كان آغر خيالة مهربش، انسحب في الكيف ولم شتات العسكر ودخل تونس العاصمة والدموع في عينيها على حالها. نهار 15 جويلية 1705 تاريخ تبدلت فيه سكة تونس. في رحاب جامع الزيتونة اجتمعوا العلماء والأعيان وقرروا قرار تونسي، بيعوا الحسين بن علي مش كغازي براني أما كحامل حماية وعارف قيمتها. الحسين بن علي ما كانش مجرد عسكري، كان ثعلب سياسي من طراز الرفيع. عرف ان الكرسي اللي قاعد عليه سخون يغلي، وان الانكشارية اللي في العاصمة ينجموا يقلبوا عليه الدولة في اي لحظة. يخرج بده الورقة الرابحة اللي تعلمها في خيام الكاف العالية، وبدأ يطبق في خطة تونسية على قواعد الصحيحة. لعب لعبة العروش، لهنا مشى الأقوى قبائل تونسية، الفرسان الصناديد متاع دريد وشارن وورتان، وقعد معاهم قاعدة رجال وقال لهم: يا رجال، الدولة دولتكم قبل ما تكون دولتي، انتم درعي وسيفي، نحميكم من الضرائب ونعطيكم الهيبة، ونهار الصيح نلقاكم ورايا كالصد. هكا بضربة معلم صنع جيش وطني من ولاد البلاد، وولاؤه للباي مش لاسطنبول. جيش إذا قال تونس الأرض تزلزل تحت ساقيه. زادة صاهر من ولاد البلاد. الحسين بن علي ما حبش يقعد براني في عينين التوانسة، بدأ يزوج في أمراء العائلة الحسينية من بنات العائلات العريقة في الحاضرة وفي الدواخل. حب يخلي الدم مخلط باش يولي الباي نسيب الشعب. ذوب الأصل التركي في الهوية التونسية القحة، لين ولا العرش والدار الكبيرة جزء من كرامة كل تونسي. دوام الحال من محال. الحسين بن علي ما كانش عنده ولاد في البداية، يا أخي ربى ولد خوه علي باشا ووعده بالكرسي. أما من بعد الحسين رزقه ربي بالصغار وقرر يغير سكة الوراثة. هوني شعلت النار. علي باشا هرب للجبال وحرش القبائل، والبلاد انقسمت لزوز شطار، الحسينية هما أنصار المؤسس، والباشية هما أنصار ولد خوه. 20 سنة من العرك العروش والدم اللي انتهت الملحمة بغدرة في القروان عام 1740، وين تقتل الحسين بن علي وهو يصلي.
علي باشا شد الحكم فترة، أما النظام اللي بناه الحسين كان أقوى من الرصاص. ولاد الحسين صبروا ورجعوا بوقفة القبائل الوفية، واسترجعوا عرجبهم اللي بقى صامت قرنين ونص. الدولة الحسينية اللي أسسها ولد الكيف بكيت وضحكت مع تونس لمدة 252 سنة. في عهدهم عرفنا أول دستور، أول إلغاء للرق، وبداية الدولة الحديثة. الحسين بن علي التركي رغم جذوره البعيدة نجح خاطره فهم حقيقة واحدة، إنه تونس ما تتحكمش بالبراني، تتحكم بالتحالف مع عروشها واحترام علمائها وحب ترابها. هذه كانت حكاية البداية، الحكاية اللي صنعت من إيالة تونسية مملكة عندها هيبة قبل ما تولي جمهورية ترفرف في العالي. وتوا تونس اللي نعرفوها اليوم هي ثمرة صمود هاك العرش اللي تبناه بكلمة الرجال في جامع الزيتونة.